مرحبا مرحب بكل متابعيني وكل البنات الحلوات. شكرا جزيلا. واليوم راح أجيب لكم ستايلات وإطلالات المشاهير، على الأقل اللي يعرفهم مشاهير العرب. يلا خلينا نروح نشوف. ما تنسون تكتبوا لي بالكومنت بالتعليقات أي ستايلات تحبون، ومنو هو أو منو هي الفنانة أو المغنية أو الممثلة اللي انتوا تحبوها أكثر شي. يلا، طبعا بعضهم بالاسم ما أعرفهم، بس أتذكرهم بالمسلسلات. خلينا نشوف. هاي البنية ما أعرف شنو اسمها، بس ستايلها حلو وجريء، حبيته. حبيت تركيبة الجولد الذهبي مع الأسود، وهي ناسكة يعني وجهها ناسك. هذا اللوك ما حبيته، ما أعرف. شوية شعرها ما حبيته، مو هالقد أنيق، يعني غريب خصوصا للشخص مشهور. أصالة، أوكي أكيد نعرف أصالة. اللوكات مات أصالة عموما أكثر شي على العبايات وعلى الشغلات الفساتين الطويلة. بنات هسه سووا لي مشاركة وتابعوني وسووا لايكات، أحبكم. منو هاي؟ أصالة. طبعا نعرف انه أصالة سوت عمليات تجميل هواية، ما أعرف شد أو شنو هاي العمليات، والظاهر انه صغرت بالعمر هواية، وهذا شي طبيعي، المشاهير هواية يسوون عمليات. هذا الفستان واو، حبيته جدا، كأنه مبين عليه طيور أو فراشات، جدا حلو. والمناسبة الشعر القصير لايق لها. منو هنا يحب الشعر القصير؟ بس شوفوا الشعر القصير حلو كان عليها، بس هذا الطول كلش قصير لأن هي وجهها شوية كبير. الإطلالة ما مبينة هواية، وهي عموما دائما أنيقة يعني بإطلالاتها. هاي البنية تبع اللي تغني، صح لو لا؟ كبرانة. بس ستايلها ما أعتقد يناسب عمرها، يعني أحسها شوية أكبر من عمرها. والشعر لا، هذا الستايل حلو وأنيق ومناسب، حبيت الشعر. شنو رأيكم؟ هل تحبون هاي الفنانة؟ وبعدين كتبوا لي اسمها بالكومنت بليز، لأنه أنا ما جاي أتذكر. إليسا، دائما ستايلها والفساتين مالتها جريئة وبيها لمسة من الأنوثة. أحبها إليسا، صوتها روعة، وهذا الفستان جدا جدا حلو. أكيد ما أتذكر اسمها، بس اللوك جدا أنيق، حبيته، يعني لوك كلاسيك وحلو طالع مع المكياج. شيرين، كلنا نحبها، صح لو لا؟ حبيت تسريحات الشعر حلوة وتلوق لها، بس ما أعرف الشعر القصير حاليا هل هي شعرها قصير؟ أوكي، هي حلوة وتنحب، ودائما تلبس فساتين أكثر شي منفشة وبناتية، ستايلها أكثر شي على الطرف الكيوت أحس. أنغام، صح؟ هاي أنغام. أوكي، شكل الفستان وتصميم الفستان حلو، وحتى لونه روعة، اللون جدا جدا حلو. وهي عموما دائما شعرها قصير ويلوق لها لأن شعرها لأن وجهها صغير. لون الفستان ما حبيته، هذا يعني طالع مثل الريش، بس هو أنيق، ممكن على غير لون كان يطلع حلو. كارول سماحة، أعتقد هاي بزماناتها. كارول يعني ناسكة وأنيقة، واللون الأحمر أكيد يلوق لها. أي أكيد أنغام على الطرف الكلاسيك والفخم. الفستان حلو يعني يناسب حفلة أو شي مات مشاهير. هاي البنية ما أعرف، يعني دائما غريبة بالنسبة إلي، بس هي حلوة. وهذا الستايل أبد مو حلو، ما أعرف يعني
واو، يعني جدا لا، نو. وحتى هذا الفستان حلو بس ما طلع حلو عليها، ما أعرف، ممكن هي مو هالقد ويا الأزياء أو شي، ما أعرف شنو اسمها، بس الفستان ما حبيته. او ماي جاد، يعني تسريحة الشعر أبد ما تلوق لها. بالمناسبة هذا زوجها طليقها واللي هي رجعت له الظاهر. التسريحة شن رأيكم؟ كتبولي بالكومنت، هل هاي التسريحة الأفريقية نعم أو لا؟ بالنسبة إلي لا. أصالة وأحلام نتذكرهم من أيام The Voice. اللوك أوفر بس حلو، حبيت شعر أحلام، اللون خصوصا. يعني أحلام الستايل مالتها دائما أوفر، بس هذا الشي معروف عليها ويناسبها، بس هي ما أعتقد إنه أي فنانة راح تسوي نفس الشي. اللوك لا، ما حبيته، بس ممكن حلو على التصوير، بس الميك اب يلوق لها إلها بما إنه الشعر مرفوع ومرتب. ما تنسون تكتبولي من هي الفنانة المفضلة عندكم. أصالة، وهي جات تجرب من تسريحات شعر جدا قصيرة وولادية، أنا أبد ما أحب، بس هو تغيير، يعني المشاهير دائما يغيرون، وبعدين ماذا يحصل بالثوب والفستان؟ لا. لون الشعر غريب، ما مبين مرتب، بس أحبها. أنا الشيء الوحيد اللي حبيته هو لون الفستان واللمعة اللي بالفستان، وما ما أعرف يعني مثل ما قلنا. شنو رأيكم بالفنانة أحلام؟ هل تحبون الستايل مالتها أو لا؟ نجوى كرم الملكة، حتى ستايلها أنيق وهادئ بس بنفس الوقت فخم، وهذا الستايل اللي أنا أحبه، يعني بي أناقة وكلاس. وحتى تشوفوا من تلبس فساتين الفستان روعة، حتى مع أنه عمرها مو صغير، بس هي تعرف شلون تنسق، والستايل مالتها مو أوفر، 100% حلو. جان أنغام، ليش سويتي هذا الشي؟ يعني الجامب سوت ما أحسه حلو على الحفلات أو المناسبات. الجامب سوت قطعة بيتية يعني. أوكي، ممكن نعطيه 6/10، بس هو مو من أفضل اللوكات مالتها. هي كيوت، أحبها وصوتها روعة أكيد. مثل ما قلت الجامب سوت أبد ما أحبه. الفنانة نوال الزغبي هي كلش حلوة، ملامحها ووجهها وكيوت ونعومة، بس هذا لا، الفستان لا. نانسي عجرم، معقول اكو اي وحدة ما تحب نانسي عجرم؟ هي حلوة ودائما تسوي على الجانب السيف، يعني ما تخاطر باللوك مالتها، هذا الشي الحلو بيه. حبيت، نعم اللوك جريء، بس حبيت التركيبة مع الروج الأحمر، وحتى هذا اللون الشعر ماكو هواي بنات يناسبهم، بس هي يناسبها وهي طالع عليها. ها شنو رأيكم بالمناسبة هذا زوجها الأحلام؟ شنو رأيكم؟ وأي ستايل حبيتوا؟ يعني أي فنانة تحبون هي أكثر وتحسوها أكثر شي أنيقة وتعرف بالموضة والفاشن؟ نفس الشي الفنانة أحلام مع زوجها، حلوين وكيوت، بس هي ستايلها مو المفضل عندي، شوية أوفر. واو، ما أتذكر اسم هاي الفنانة، هي يمكن فنانة مصرية، بليز كتبولي بالكومنت شنو اسمها، بس واو روعة، أنيق وكلاسيك وخارج الريد كاربت، وحتى الشعر بسيط. هل هاي نجوى كرم؟ اي نعم. حتى شوفوا، حتى من تخاطر باللون، يعني اللون فسفوري مو كل واحد يلبسه، بس مع انه القصة بسيطة وبعد اللوك جدا أنيق، أنا أحبها. هذا اللوك شوية مشبوه بس عادي، يلا غلطة واحدة مو مشكلة، احنا نسامحها.
لا بس جديات هي جدا أنيقة. واو، الفستان هذا مو ستايلها بس طالع كلش حلو عليها، مع انه بناتي شوية بس حلو كله على بعضه. واو، جميلة جميلة جميلة، وصوتها حلو وجدا مؤدبة وكل العالم يحبها، ما أعتقد أكو أي واحد ما يحبها. وحتى بالمجوهرات والشعر يعني هي دائما أنيقة. واو، اللون غريب بس هي اللي مقعدة الفستان، حلو حلو وكلاسيك وطالع روعة عليها، حبيته. هاي الفنانة العراقية ما أعرف اسمها، بس كتبولي بالكومنت شنو اسمها. ما مبين ستايلها أكيد، بس الشعر رعب. لا أكيد لا، يعني ماكو شي سبيشال أو ماكو أي شي واحد يلفت انتباهه. اللوك جدا عادي وحتى ممكن يومي. مريم فارس جريئة ودائما تلبس ستايلات جريئة وهي تخاطر وما تخاف، يعني عموما ستايلها جدا مميز. هي بس هي شعراتها يخبلون حلو، أحسها أكثر تصير حلوة من تشد الشعر. والفستان جميل، طبعا صوتها واو. من هنا يحب الفنانة مريم فارس اللي ما جاي أقدر أحكي. نفس الشي هاي الفنانة العراقية، أوكي ما مبين شي من الستايل، بس الشفاف أوفر يعني ما له داعي. حلوة، أوكي. اللون الوردي حلو عليها، بس كان أحلى لو ما تنسق ويا الأسود، ممكن لو أبيض أو غير لون يصير أحلى. بليز كتبولي بالكومنت، وما تنسون المشاركات، وكتبولي شنو تريدون تشوفون بعد بالقناة. أحبكم وشكرا جدا لدعمكم، واقرأ كل الكومنتات. الفستان على كارول سماحة واو. أكو ناس اللون الأحمر يطلع نار عليهم، وهي من هذول الناس. هذا اللوك ما حبيته لأن ما بيتناسق بين الصدر والورك، لأن هي صدرها أكبر من وركها. عموما بنات ما تنسون أحبكم جدا جدا، وأتمنى أشوفكم على البث المباشر. روحوا شوفوا فيديوهاتي يلي حطيتها للعبايات وفساتين السهرة، وكتبولي بالكومنت شنو رأيكم. هسه سووا مشاركة وسووا لي لايكات، يلا نوصل القناة ونكبرها. شكرا، أشوفكم بالفيديو الجاي.